السلام عليكم، أهلا بكم حبايبي. معاكم ميس مروة من قناة ميس مروة. النهاردة إن شاء الله هنستكمل شرح منهج الديسكفر لجريد 2 من كتاب المعاصر. كنا وصلنا في الفيديو اللي فات اللي احنا أخدنا lesson 1 من شابتر 3. النهاردة إن شاء الله هناخد lesson 2 من شابتر 3. هو عندي بعنوان Personal Interest Survey. Personal Interest Survey يعني ايه ميس مروة كل الكلام ده؟ هقول لكم كده واحدة واحدة. Personal Interest Survey يعني تقييم كده للاهتمام الشخصي لكل واحد فيكم. يعني ايه مس مروة برضو تقييم للاهتمام الشخصي لكل واحد فينا؟ يعني كل واحد فيكم كده، يعني انا عندي lesson 2 ده عبارة عن ايه؟ مش عبارة على اني انا هحل وانت هتحل ورايا او تشوف طريقة حلي انا، لا انا هشرح لك lesson 2 وانت اللي هتبدأ تحل من حيث اهتمامك، انت اللي هتقول انت بتهتم بأنهي جزء. يبقى ده تقييم شخصي ليك انت، تقييم شخصي ليك انت. هنا عندي في الاكتيفيتي نمبر 1 بيقول ايه عندي؟ put right at the picture that represents an activity you prefer, then count how many marks are in each category and write this number. يعني ايه مس مروة؟ يعني وليكن هنا عندي في نمبر 1 عندي agriculture jobs. وقلنا يعني ايه agriculture jobs؟ اللي بيكون فيها الفارمر، اللي بيكون فيها الجاردنز، يعني الوظائف الزراعية. انا هنا بعمل ايه؟ انا ما عليا في الليسون ده اني هشرح لك السنتنس، يعني هشرح لك معاني السنتنس وانت هتعمل ايه؟ You will put right in every sentence you prefer. يعني الجملة اللي انت هتفضلها هتيجي قدامها كده على البيكتشر بتاعتها وهتعمل right. تمام؟ عندي هنا أجزاء كتير هتكلم عن jobs كتير. بعد كده هتيجي في الآخر هتعمل إيه؟ هتعمل count يعني هتعد الرايت اللي انت عملتها، وفي الآخر هتشوف أنهي جوب اللي انت بتحبها أو اللي انت بتفضلها. طب هعرف منين يا مس مروة؟ هعرف من العدد الرايت اللي انا عملتها قدامها. يعني عندي هنا فور اكزامبل agriculture job، لو انا هنا عملت رايت مره واحده بس يبقى انا كده مش بفضلها قوي. لو عملت تو رايتس يعني شويه بفضلها. انما لو جيت عند جوب معينه، عند وظيفه معينه، وعملت على الثري بتاعهم رايت، يبقى اكيد انا الانترست بتاعي او الاهتمام بتاعي بفضل الجوب دي. فهمنا كده هنمشي ازاي مع بعض؟ هنا عندي نمبر 1 agriculture jobs، وشرحنا في الفيديو اللي فات يعني ايه agriculture jobs، يعني وظيفة زراعية. نمبر 1 taking care of pets. انا هنا عندي البوي taking care of pets يعني بيهتم بالبيتس، الحيوانات اللي بتتربى في البيت. لو انت الانترست بتاعك، الاهتمام بتاعك، اللي انت كمان بتحب taking care of pets، اللي انت تربي حيوانات عندك في البيت، هتيجي هنا you will put right. تمام؟ لو مش بتحب الجزء ده يبقى هتسيبها هنا فاضية. نمبر 2 taking care of gardens ان هو يهتم بالحدائق. مين برضو اللي بيهتم بالحدائق؟ انت. هو بيقيمك انت او بيكلمك انت. يبقى خلينا متفقين ان الاجابات بتاعتنا هنا في lesson 2 كلها مش هتبقى زي بعض، لان ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن survey، يعني عبارة عن تقييم، فاكيد كلنا هنبقى مختلفين. انت بتحب حاجة غيرك مش بيحبها، اكيد التقييم هيكون مختلف. هنا عندي في نمبر 3 watching wildlife زي ما شايفين كده. watching wildlife يعني مشاهدة الحياة البرية. تمام؟ ده هنا عندي كده بالنسبة للagriculture jobs. طب هنا عندي في نمبر 2 industrial jobs باينة من اسمها industrial jobs يعني وظائف صناعية. industrial jobs. نمبر 1 fixing things زي ما شايفين هنا عندي البوي بيعمل ايه؟ fixing things يعني بيصلح الأشياء. برضو لو هو من ضمن اهتمامك هتيجي هنا you will put right. نمبر 2 sewing or knitting زي ما شايفين هنا عندي الجيرل بتعمل ايه؟ بتخيط. sewing or knitting. نمبر 3 building things هنا عندي باين ان هو to build a thing اللي هو زي ما تكون كده بيلعب ان هو يبني الاشياء فوق بعض. طب هنا عندي نمبر 3 هتكلم عن ايه؟ هتكلم عن الكوميرشال جوبس.
commercial jobs يعني وظائف تجارية. يعني ايه وظائف تجارية؟ يعني زي اللي بيشتغل في بنك، بيشتغل في سوبر ماركت، بيشتغل في كاشير، كل تعاملاتها واغلب تعاملاتها بيكون فيها money، بيكون بيتعامل بالفلوس. تمام. number 1 selling things. selling things ان هو يبيع الاشياء. number 2 giving people advice on what to buy. ان انت تنصح الناس عن حاجة اللي بيشتروها، بتديهم يعني وجهة نظرك فيها. giving people advice تديهم النصيحة on what to buy عن الحاجة اللي بيشتروها. number 3 using a cash register. number 4 tourism jobs. tourism jobs الوظائف السياحية. number 1 planning events. planning events إن هو يصمم أو يخطط event يعني حدث أو زيارة. number 2 cooking, baking and serving meals إن هو يطبخ. baking إن هو يخبز and serving meals إن هو يقدم الوجبات. number 3 helping tourists. helping tourists مين هو اللي helping tourists؟ excellent tour guide helping tourists يعني إن هو بيساعد السياح. the next one ركزوا فيها كويس قوي، اسمها STEM jobs. STEM jobs يعني ايه مس مروة كلمة STEM jobs؟ دي جديدة علينا قوي. STEM jobs بتكلم عن أنهي وظائف هنا؟ jobs that we use science اللي احنا بنستخدم فيها الساينس، computer اللي احنا بنستخدم فيها الكمبيوتر and math وبنستخدم فيها الماث. بيكون فيها الشغل فيها mental يعني عقلي، ما بيكونش فيها physical effort، ما بيكونش فيها مجهود بدني. بستخدم فيها الساينس، بستخدم فيها دايما الكمبيوتر، ممكن استخدم الماث. بيكون فيها شوية mental، بيكون فيها شوية mental technology. mental technology بستخدم فيها التكنولوجي. number 1 designing experiments ان انا هنا بعمل تجارب. هنا بستخدم ايه زي ما انا قلت؟ بستخدم هنا الساينس، بستخدم هنا الساينس. دول اسمهم ايه تحت مسمى ايه؟ STEM jobs. STEM jobs. number 2 find solution to problems. finding solution to problems ان انا اوجد حل للمشكلات، ان انا اوجد حل للمشكلات. number 3 learning about computers. learning about computers ان انا اتعلم على الكمبيوتر. يبقى هنا number 3 بستخدم ايه؟ بستخدم الكمبيوتر. number 2 ممكن اقول عليها ان انا هنا بستخدم الماث، بستخدم الماث وبستخدم الكريتيكال thinking اللي هو التفكير النقدي. هنا بقى عندي exercise ممتع جدا، exercise فعلا ممتع جدا. هنا هيمسكهم لي بقى واحدة واحدة. number 1 هنا هتكلم عن مين؟ هتكلم عن الagriculture. هتكلم عن مين؟ هتكلم عن الagriculture. هو هنا مش مطلوب منك مسميات تحفظها written، ان انا بس عايزاك هنا معايا تشغل مخك. طب هو هنا عايز ايه؟ بيقول لي circle the suitable tasks and tools for the worker represents agriculture jobs in the picture. يعني ايه مس مروة؟ يعني انا هنا عندي someone يعني شخص represent agriculture job، يعني هنا عندي بيمثل العمل in agriculture، يعني هو بيعمل فين؟ في الزراعة. طب هنا عندي ايه؟ هنا عندي tasks يعني المهام اللي هو بيعملها، وهنا عندي tools. هنا عندي tasks وهنا عندي tools. هنا عندي مش كلهم صح، مش كلهم صح، وهنا مش كلهم صح. انا هنا بس هعمل سيركل على الحاجة اللي البيرسون ده هنا عندي بيعملها، ممكن يعملها، وبعمل سيركل على التول يعني الأداة اللي هو ممكن يكون بيستعملها. تمام؟ يبقى أهم حاجة أعرف أنا هتكلم عن مين. هتكلم عن الأجريكلتشر. هتكلم على مين؟ هتكلم عن الأجريكلتشر جوب اللي هي الوظيفة الزراعية. number 1 in agriculture job you can fixing things. excellent. no. plant seeds. plant seeds إن هو يزرع البذور في الأرض. excellent. هنا عندي right، هنا هعمل circle على plant seeds. number 3 designing experiments. designing experiments مين عندي اللي كان بيعمل designing للexperiments؟ كان اسمها ايه؟ كان اسمها STEM jobs. كان اسمها STEM jobs.
طب fixing things كان اسمها ايه؟ excellent industrial jobs. مش مطلوب منك خالص ان انا بكتبه ده، لكن انا هنا ايه براجع معاك كده، بدردش معاك في اللي احنا قلناه في بداية الفيديو. Number 3 taking care of animals، بيهتم بالانيمالز. ممكن اقول على agriculture job اللي هو taking care of animals. طب احنا كده بالجزء بتاع التاسكس، المهام اللي هو بيعملها، التولز الادوات اللي بيستخدمها. هنا مش مطلوب منك بس غير انك تعمل سيركل على التول حتى من غير ما تعرف اسمها، مش لازم، مش مقرر عليك. هنا عندي في الاجريكالتشر بستخدم ايه؟ هنا عندي ممكن استخدم التول دي and this and this. تمام. نمبر 2 خلاص كده انتوا فهمتوا معايا بقى، حلوا معايا في نمبر 2. هتكلم عن مين؟ هتكلم عن الاندستريال، هتكلم عن الاندستريال. طيب هنا عندي مين؟ هنا عندي الاندستريال وركر. طيب هو ايه اللي هو بيعمله؟ help tourists. هو ممكن يكون help tourists؟ no، انا عندي help tourists فين؟ في التوريزم. excellent. Number 2 taking care of pets. no. designing building. أنا هنا عندي ده بيعمل designing للbuilding، إنما واضح من التول اللي معاه إن هو بيعمل إيه؟ fixing things يعني بيصلح الأشياء. طيب نيجي هنا عندي للتول اللي بيستخدمها. هو هنا ممكن يستخدم عندي إيه؟ excellent. this and this. excellent. هنا عندي في نمبر 3 خلاص بدأنا نفهم اهو واحدة واحدة، وسمع منكم بدأ يفهم وبدأ يجاوب معايا. هنا عندي نمبر 3 هتكلم عن مين؟ هتكلم عن الكوميرشال. كوميرشال اللي هو الوظيفة التجارية، كوميرشال يعني تجاري. هنيجي هنا عندي tasks number 1 help people to save their money. أنا قلت لك على طول تشوف كلمة commercial على طول تعرف إن فيها تعامل مع الموني. help people to save their money، إن هو بيساعد الناس إن هم يوفروا فلوسهم. يبقى أول حاجة عندي بعمل عليها search. number 2 planning a trip إن هو ممكن يخطط لرحلة. مين هنا عندي اللي بيعمل كده؟ التوريزم يعني في السياحة. number 3 serving meals هنا برضو دي عندي في التوريزم. number 4 giving people advice on what to buy، ودي كمان تنفع معايا. يعني ايه giving people advice on what to buy؟ ان انا اديك نصيحة عن الحاجة اللي انت هتشتريها زي ما هو هنا ايه بيعمل عندي. تمام. طب هنيجي هنا عندي للتولز. what are the tools؟ excellent. this and this. طالما عندي money يبقى هستخدم this and this. the next one tourism. what are the tasks؟ number 1 planning events. excellent. planning events. number 2 building things. no. helping tourists. excellent. helping tourists يعني بيساعد السياح. number 4 swing. no. طب هنا عندي في التوريزم what are the tools؟ excellent. these and this. the next one STEM jobs. فاكرين كلمة STEM لما أنا شرحتها في بداية الفيديو؟ excellent. برافو عليكم. هنا هاجي التاسكس. هنا عندي number 1 knitting. هل هنا عندي في خياطة في الستم؟ excellent. no. cooking and baking. no. number 3 developing programs on computer. number 3 developing programs on computer. قلت لكم على طول ان الستم جوبس على طول بيكون في تعامل مع مين؟ developing programs ان انا بطور من البرامج on computer. number 4 helping people to save their money. ان هو بيساعد الناس ان هم يوفروا فلوسهم. لا انا هنا مش بتكلم هنا على الستم جوبس. طب what are their tools؟ excellent. this one.
انا الجزء ده مش طالبه منكم خالص ان انتوا تحفظوا الكلمات دي written، انا عايزاكم بس تعرفوها oral وتربطوا كل jobs every jobs with their tool and task، يعني كل وظيفه عندك تعرف ايه المهمه اللي بتقوم بيها وايه التول اللي انا ممكن استخدمها. تمام. قبل ما انهي الفيديو عايزه بس انوه هنا في الفيديو ان انا عملت جروب على الفيسبوك للقناه لسهوله التواصل بينا، هسيب لكم لينك الجروب في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. يا ريت كلكم تشتركوا في الجروب عشان تتابعوا المراجعات والورق وكل حاجه انا بنزلها في الجروب. وان شاء الله الفيديو اللي جاي هنبدا في ليسون 3 في شابتر 3. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو وسبسكرايب للقناه لو انتوا اول مره تتابعوني، ولو عندكم اي كومنتس اكتبولي تحت وانا هرد عليكم. وشكرا واشوفكم الفيديو اللي جاي.